في أعماق التاريخ تكمن قصص غامضة وأفراد نسيت أرواحهم في زمن النسيان. اليوم سنسافر عبر الزمن لاستكشاف حياة الشخص الذي قد يكون أعظم مظلوم في تاريخ البشرية، مخترع لا نعرف حتى اسمه. هل تتخيلون كيف كانت حياتنا لو لم يكن هناك هذا الشخص الذي غير كل شيء، ولكن لا نعرف عنه شيئا سوى عبق النسيان؟ تعالوا معنا في هذه الرحلة المليئة بالألغاز والكشوفات، حيث نكشف عن الشخص الذي سكتت عنه الصفحات ولكنه غير حياتنا إلى الأبد. هل شعرتم بالدهشة والفضول؟ إذا كانت إجابتكم نعم، فلا تترددوا في دعم هذه الرحلة الاستكشافية بالنقر على زر الإعجاب ومشاركة الإلهام، لنجعل هذا الاكتشاف يصل إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص. عندما تسأل أي شخص من هو مخترع الهاتف، سيجيبك على الفور إنه غراهام بيل. قد تكون هذه أكبر عملية ظلم في التاريخ العلمي، فالمخترع الحقيقي الذي غير عالمنا للأبد مجهول إلى حد كبير حتى يومنا هذا. مخترع الهاتف الحقيقي هو الألماني فيليب رايس، الذي تحل ذكرى وفاته 150 هذا العام. يقول فولفرام فايمر كاتب سيرة رايس الذاتية: لقد ابتكر اختراع الألفية، ولكن إذا سألت اليوم في أي مكان في العالم من اخترع الهاتف، فسوف تسمع اسم ألكسندر غراهام بيل. ولد رايس في مدينة جيلنهاوزن بولاية هيسن غربي ألمانيا عام 1834، وكان يتيم الأب والأم. أكمل رايس تدريبا مهنيا تجاريا، ثم عمل مدرسا للغات والعلوم الطبيعية في منطقة فريدريشسدورف بالقرب من مدينة فرانكفورت، حيث يوجد حاليا متحف يحاول إبقاء ذكراه. في أوقات فراغه كان يفكر رايس كثيرا في كيفية نقل الأصوات عبر مسافات طويلة باستخدام الكهرباء. وفي عام 1861 حقق إنجازا وقدمه للجمعية الفيزيائية في فرانكفورت، جهازا أطلق عليه اسم تليفون. يقول المتحف: كان الرد مخيبا للآمال للغاية، رفضوا اختراعه باعتباره شيئا عبثيا. وبحسب فايمر كان رايس دائما ما يتعرض للسخرية من الأساتذة رفيعي المستوى باعتباره هاوي أعمال يدوية. اخترع شيئا عديم الفائدة. توفي رايس عن عمر 40 سنة في 14 يناير 1874 في مدينة فريدريشسدورف، قبل أن يتمكن من تطوير اختراعه، حيث كان هاتفه يعمل في اتجاه واحد فقط، بمعنى أنه لم يكن بمقدور مستقبل المكالمة الرد على الفور. لم يبدأ اختراع الهاتف في تحقيق طفرة عالمية إلا بعد أن طرح الأمريكي ألكسندر غراهام بيل في سبعينات القرن التاسع عشر في أسواق الولايات المتحدة جهازاً يوضع بالتناوب على الأذن ثم على الفم. ووفقاً لمتحف رايس، فإن براءة الاختراع التي قدمها بيل عام 1875 كانت مستندة بحسب بياناته إلى عمل الألماني الذي اطلع عليه الأمريكي جزئياً على الأقل وقام بتحسينه. يقول فايمر: أنا شخصياً أشعر بالأسف تجاه فيليب رايس، لأنه واجه وقتاً عصيباً في حياته ولم يحظى أبداً بالتقدير الذي يستحقه. إذا نسيناه الآن أو لم نفعل شيئاً من أجله، فسيكون الأمر مريراً على نحو مضاعف. انضم إلى قافلة المعرفة والتسلية. اضغط لايك واشترك اليوم لتكون جزءاً من مجتمعنا المميز.